4 حاجات لازم تخلي بالك منهم وانت بتختاري واقي الشمس المناسب لنوع بشرتك. يا ترى ايه هما؟ نمرة 1 الاس بي اف او اللي بنسميها درجة الحماية او Sun Protection Factor. لو الاس بي اف بتاعت واقي الشمس 30 درجة الحماية بتوصل 97%. طب لو 50 و50 بلس درجة الحماية بتوصل 98%. طب لو 100 بتوصل 99%. يبقى أقصى حاجة أشتريها واقي شمس درجة الحماية بتاعته تكون 50. ليه؟ لأن أنا مش محتاج حماية أكتر من 98%. ما تروحش أدفع فلوس كتير في واقي للشمس زي بايوديرما الاس بي اف بتاعته 100 ثمنه يعدي ال 1000 جنيه عشان 1% فرق في درجة الحماية. نمرة 2 واقي ضد الشمس اللي هشتريه هل بيغير او بيعمل وايت كاست ولا لا؟ في ناس بتتضايق من واقي الشمس لما بييجوا يحطوه على بشرتهم بيغير، زي اغلب واقيات الشمس بتاعت فيشي، رغم ان هي شركه ممتازه والواقيات الشمس بتاعتها قويه جدا الا ان واقي الشمس بيغير. طب انا هعرف منين اذا كان بيغير ولا لا؟ اكيد بقلب واقي الشمس وابص على الانجريدينتس او المكونات. لو لقيت من ضمن المكونات تيتانيوم دايوكسيد او زنك اوكسيد يبقى اعرف على طول ان واقي الشمس ده غالبا هيغير. نمرة 3 الملمس بتاع واقي الشمس. مش كل البشرات زي بعض. الملمس، هل ملمس واقي الشمس ده مناسب لنوع بشرتي ولا لا؟ يعني مثلا البشره الجافه دايما بنختار واقي الشمس اللي هو كريم زي لاروش انثيليوس كريم. للبشره الدهنيه بنختار واقيات الشمس المكتوب عليها فلويد زي لاروش انثيليوس فلويد. يبقى لاروش لو كريم ده للبشره الجافه، ولو لو فلويد ده للبشره الدهنيه. واقيات الشمس في منها تنتد او ليه لون، وهنلاقي مثلا لاروش الكريم اللي هو بنستخدمه للبشره الجافه هنلاقي فيه منه تنتد كريم. كومفورت تنتد كريم ده مناسب للبشره الجافه وبنستخدمه كحاجه كده زي البي بي كريم. البشره الدهنيه برضو هنلاقي فيه منه تنتد، فهنلاقي لاروش منزله فلويد تنتد. يبقى لو لقيت كلمه تنتد على واقي الشمس بتاعي ده معناه ان هو بيديني لون. في شركات بتعمل منه فاونديشن كريم كمان زي كريم اساس وبيبقى تنتد طبعا زي شركه بايوديرما. اخر حاجه لازم اختار واقي الشمس بتاعي من براند معروف، لان واقي الشمس هو العامل الرئيسي والحمايه الرئيسيه اللي بتحميني من الخطوط والتجاعيد. وشكرا.